بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. حاجة عظمة اهي، ما شاء الله ما شاء الله. والتتبيلة تحفة والريحة جميلة وحاجة آخر حلاوة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل معاكم النهاردة الفراخ المشوية. أنا هنا عندي الفراخ جبتها وغسلتها، دعكتها بملح وخل وليمون وجنزبيل ونقعتها شوية حلوين. هنحتاج هنا للتتبيلة، لتتبيلة الفراخ: بصل، طماطم، بهارات فراخ، فلفل اسود. دي عودين كرفس اختياري. هنا عندي الفراخ، بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب الفرخه تبقى سليمه على بعضيها، بس هفتحها، هاجي من الصدر من قدام هنا وافتحها كده. الفرخه وافتحها كده، بسيبها من الظهر عشان تبقى ماسكه نفسها، لكن لو فتحنا من الظهر الفرخه هتتفكك، مش هتبقى سليمه كده، هتبقى بالشكل ده. اقطع البصل في الكبه، طماطميتين. طبعا انا هنا هتبل كميه، عشان كده مكتره البصل والحاجه. وبعدين الكرفس دول بتودي الفراخ في حته تانية خالص. معصور ليمونتين او معلقه سماق، وهنا بهارات الفراخ والفلفل الاسود والملح. تتبيله ممتازه يعني، ما شاء الله، جميله جميله. الفرخه افتحها كده بالشكل ده، كده كده. بعمل ايه بقى؟ باجي هنا في الصدر كده وافتحه كده، بفتحه كده. انا بذهب بالسكينه كده الورك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي المفروض تتحط في التتبيله اقل حاجه ساعتين. ممكن تبيتيها تجهزيها وتبات في الفريزر. كده اهو. احط الحشوه هنا في قلبها، في الحتت اللي انا فتحتها. اعمليها بالطريقه دي هتاكلي احلى فراخ مشويه. بسم الله. بهارات الفراخ ديت فيها ملح وفلفل وجنزبيل وكزبره ناعمه، فلفل ابيض وفلفل اسود. بس انا مفتحه الوراك ازاي عشان تشرب من التتبيله. هدي وش زيت كده، معلقه زيت حلوه نضيفه كده،
ممكن تتبلي التتبيله دي وتحطيها في التلاجة يوم 2 3، يعني تتبليها واركنيها بكذا يوم، حلوه تبقى جاهزه معاكي في اي وقت ايه تستعمليها. كده انا عندي دلوقتي دي جاهزه كده، هشغل الفرن وادخلها الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله زي ما شاء الله لا قوه الا بالله. وفي نفس الوقت جوسي كده، مش ان هي ناشفه. لقيتيها محتاجه شويه ميه وهي بتتشوي، زودي لها شويه ميه عشان ما تنشفش منك، عشان تبقى حلوه يعني مشويه وفي نفس الوقت تبقى جوسي من جوه كده طريه.